السلام عليكم. بسم الله بديت على النبي صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب اليوم بيض نجال بالدرسة، اقتصادي ساهل ماهل وبنين بزاف بزاف. عندي ثوم حار ملح وزيت. هذا البيض نجال ماشي مهم الشكل، عندك الكبير الصغير هذاك المدور، المهم الدرسة الشكل اللي عندك ديري به. انا هذه الحبة قسمتها بالطول ولا اوفال ولا على شكل فلوكات، كل واحد كيفاش يسميه. وهذه الحبة قسمتها مدورة على شكل دوائر، حبيتيهم كاريات ولا مربع كيما حبيتي ديري الشكل اللي يعجبك ديري به. درت الزيت على نار متوسطة وبديت نقلي البيض نجال، ما فيهش طياب، يتقلى بالخف وما تبقايش غير تدوري فيه. لو كان تبقاي تدوري يشرب لك الزيت، خليه حتى يشد الحمورية من تحت وعاودي قلبي علاش الجهة الثانية كي تشوفيه حمار نحي. هذا الشكل الثاني نكمل طيابه، شوفي كيفاش طابو حمورة وعلى لون واحد. هذا الشكل الاول على شكل اوفال ولا فلوكة. هذا الشكل الثاني المدور. نوجد الدرسة، درت 2 مغارف حتى 3 زيت زيتون الحار والثوم والملح. هذا الثوم اللي درتو في المهرس تاع الدرسة تاع البيض نجال المدور مع قرصة ملح وهرستو. دوك نوري لكم واش راح ندير به. كملت شرائح تاع الثوم، شوية فلفل حار، الملح حسب الذوق، وكزبر خضر حبيتي تبدليه بالمعدنوس كيما تحبي. خلطت ودرت البيض نجال وبقيت نشرب فيه كيما كي تشوفي منه ومنه حتى تتغطى كامل البيض نجال بالدرسة. غطيه وخليه يتشرب، كل ما تخليه كل ما يولي بنين خير وخير. هذه الدرسة الثانية. بعد ما كملت الثوم زدت الكزبر خضر هرستو وشللت المهرس ب2 مغارف خل، مغرف صغيرة كمون ومغرف صغيرة فلفل احمر، اللي يحب الحار اللي ما يحبش ما يديرش. خلط وبقيت نخلط في البيض نجال نغطي فيه منه ومنه حتى تغلف لي كامل بالدرسة. هذا الطبق هايل وبنين يوالم بزاف في هذا الوقت تاع السخانة. هذا واش يسلك ويوالم، ما تاكليه دافي ولا بارد. شوفي كيفاش جا وجدته في طبق تقديم يوالم بزاف. كي تخرجيه معاك في البحر ولا الغابة ديريه في الباطة يجيك ساهل وبنين. زدت كملت لاصوص فرغته. شوفي كيفاش جا الطبق النهائي يشهي ويعمر العين. هذا المدور اللي هرسلو الثوم ماهوش باين، جاي متشرب ومعسل كيما راكي تشوفي. وهذا اللي درت له الثوم شرائح باين، انا نحبه هكذا، كل واحد كيفاش يحب. تحبي تهرسيه بالمهرس ديري. وجدته مع المطلوع هاد الخبيزات الصغار. الله الله، ان شاء الله تسييه ويعجبك وتاكلوه بالصحة والهنا. ونقول لكم سمحوا لي نبط عليكم، راكم والفتوا نبط عليكم الله غالب. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، ودايما ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم.